طلابنا حبايبنا في كل مكان، طلاب تانية اعدادي، اخباركم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وحشين جدا. طب يا شباب نبتدي مع بعض بقى تقييم او حل التقييمات بقى الاسبوعيه. هنبتدي الاول بالاسبوع الاول. اول حاجه الاداء الصفي، ركز معايا كويس جدا لان يونت 7 اصلا سهله جدا. بتكلم على التكنولوجيا يا مستر بقى والفيوتشر، وعلى فكره شرحت لك كل ده في اول تعليق تحت. روح اتفرج على درس القواعد شرحته لك على اليوتيوب، روح اتفرج عليه مهم جدا. وشرحت لك برضو الكلمات مهمه جدا جدا بافكار الامتحان، هسيبها لك تحت في اول تعليق. طيب السؤال الاول يا مستر بيقول لي do you كذا the weather will get hotter in the future. هل انت ايه ان الطقس سوف يزداد حرارة في المستقبل؟ هل انت expect يعني تتوقع؟ الصراحة يا مستر تمشي. ولا accept ممكن تمشي بمعنى يوافق او يقبل؟ ايه الهبل ده؟ ولا accept معناها ما عدا او باستثناء؟ وinvite معناها يدعو. يا مستر هل انت تتوقع ان الطقس في المستقبل هيكون اكثر حراره؟ واكسبكت يا مستر شرحتها لنا من كلمات المستقبل المهمه جدا جدا. اكسبكت خلي بالك من الحروف بتاعتها. طيب رقم 2 The tourists السياح took the road south by كذا but they wanted to go north. هما كانوا عايزين يروحوا الشمال يا مستر. يبقى هما يا مستر راحوا الجنوب باي ايه؟ باي كوريكشن بالتصحيح، ولا ليفر اللي هو المقبض يعني، ولا ميستيك عن طريق الخطأ، ولا باي رايت؟ ايه الهبل ده؟ يبقى هما كانوا يا مستر عايزين يروحوا الشمال بس هم راحوا الجنوب باي ميستيك عن طريق الخطأ. الكلمة دي مهمة جدا جدا يا شباب. رقم 2 it was cloudy، الدنيا كانت مغيمة يا مستر this morning but the clouds اللي هو السحب يعني soon بعدها بشوية كذا when the sun came out لما الشمس طلعت يا مستر. السحب والضباب والكلام ده حصل له ايه؟ appeared ظهر؟ لا. disappeared اختفى؟ تمشي الصراحة تمشي. explored استكشفت؟ ايه الهبل ده؟ ده حطمت؟ لا طبعا. يبقى مستر disappeared اختفت يا شباب. والكلمة دي مهمة جدا برضو معايا في يونت 7. he likes to spend much time screens. خلي بالك spend much time يعني يقضي وقت كبير جدا. عايز اقول يا شباب على الشاشات. حرف الجر يا مستر بيتحفظ زي ما هو on screens. on screens حتى لو انت قلت يا مستر مقاد تمشي معناها في العربي في او على الشاشات. يا ابني حرف الجر مش بيتألف يا شباب، انت لازم تحفظ حرف الجر مش بيترجم لعربي ابدا. رقم 5 I would like to كذا my new photos with my friends on the internet. انا يا مستر حابب ان انا ايه؟ الصور بتاعتي الجديدة مع اصدقائي على النت. discuss يناقش، share يشارك، الصراحة تمشي. خصوصا يا شباب في كلمة اسمها with مهمة جدا. يشارك with يعني مع يا شباب مهمة جدا في الامتحان. share with. cut يقطع، explore يستكشف. الهبل ده. رقم 6 I'd like انا حابب يا مستر فيديو جيمز in the evening. انا حابب اعمل ايه في الفيديو جيمز؟ play تمشي. تشينج يغير، ايه ده؟ اكسرسايز يتدرب، تيست يختبر، ايه ده؟ يبقى مستر بلاي يعني يلعب العاب فيديو. It's a good idea to play كذا games in the evening. فكرة كويسة ان انت تلعب ايه؟ العاب ايه في المساء. نويزي العاب صوتها عالي جدا وصاخبة جدا؟ لا. كوايت ايوه يا شباب في العاب اسمها كوايت جيمز، العاب هادئة لان ده المساء مش ضرب بقى يا مستر والكلام ده. exciting مثيرة، fast سريعة، لا. يبقى كوايت مهمة جدا. كلمة كوايت يا مستر has the same meaning as كذا. شباب كلمة كوايت دي خلي بالك منها بعيدا عن الحل بقى. في كلمة شبهها اسمها كوايت دي في الامتحان يا مستر مش هي دي خالص. شبهها بس هي مش هي الصراحة. كوايت دي معناها يا شباب إلى حد ما. اوعى تاخدها الكلام ده برضه هتاخده في تالتة اعدادي فتكون حافظ الكلام ده دلوقتي. كوايت دي معناها هادئ، اللي انا بقولك عليها دلوقتي في السؤال دي معناها هادئ، اللي هي التي في الاخر دي اللي معناها هادئ. المهم يعني بيقولك ان هي عندها نفس المعنى بتاع كلمة دي. بور فقير، rough يعني خشن، بوزيتيف يعني ممكن اقول لك اللي هو ايجابي، calm يعني هادئ، لا الصراحه calm. طيب رقم 9 if you use كذا you will be able to talk to people on the internet. لو انت بتستخدم ايه هتكون قادر ان انت تكلم الناس على النت. if you use لو انت بتستخدم السوشيال ميديا تمشي. كارز عربيات، لا ايه الهبل ده. موتور بايك موتوسيكل، ايه ده. دوجز كلاب يا مستر الكلام ده. يبقى سوشيال ميديا. 10 in أو is a pain يا شباب يعني ألم. pain يعني ألم. in your head في راسك، ألم بيكون في راسك. stomach مغص في المعدة، إيه ده هبل ده. headache صداع في الراس، أيوة فعلا. toothache يا شباب وجع في السنان، لأ. backache ألم في الظهر، لأ طبعا. يبقى الإجابة الصحيحة مستر headache. ده يا شباب أسئلة الأداء الصفي، على فكرة سهلة جدا مفيهاش مشكلة. طيب نخش دلوقتي على الأداء المنزلي، ركز معايا. نيجي دلوقتي يا أبطال على الأداءات المنزلية، ركز معايا. The plane was traveling at a كذا of 500 kilometers an hour. خلي بالك من حاجة بقى. at a نقط of لازم تاخد حاجة اسمها speed بمعنى يا شباب بسرعة كذا. يبقى الطيارة يا مستر كانت بتسافر بسرعة 500 كيلو متر في الساعة.
يبقى at a speed of، احفظها at a speed of معناها بسرعة كذا. 2 هنا سؤال يا شباب بيقول لك can we go to the club tomorrow؟ ايه رأيك نروح النادي بكرة؟ فالواد رد عليه قال له سوري آسف الصراحة I can't مش هقدر. I don't كذا enough time ما عنديش وقت كافي، عايز أقول ما عنديش وقت كافي. I don't build ما بنيتش وقت كافي. I don't wait مش بنتظر وقت كافي. ايه الهبل ده؟ I don't have enough time ما عنديش وقت. I don't spend مش هتمشي. There is an on my phone which tells me the weather in my city. المستر قالها له وهو بيشرح الكلمات، هتلاقي تحت في أول تعليق خلي بالك شرح الكلمات الدرس الأول والتاني. قلنا يا مستر دي اسمها اب، تطبيق يا شباب. تطبيق هو اللي بيساعدك اللي انت تتعلم لغات مثلا، ان انت تكلم صحابك مثلا، انك تشوف الطقس دلوقتي في بلدك عادي او اي بلد تاني على فكرة، او اي بلد تانية مفيش مشكلة. Do you think that it will be easier to كذا from Arabic to English؟ هل تعتقد ان ده هيكون اسهل ان انت ايه من عربي لانجليزي؟ ترانزليت يا مستر يترجم تمشي الصراحه. ترانزليشن ترجمه لا مش هتمشي. ليه؟ لان تو دي عايزه بعدها مصدر مش اسم، اللي هو يترجم مش ترجمه، عايز فعل يا شباب مش اسم. predict يتنبأ، promise يوعد، مفيش حاجه اسمها كده. 5 the tourists took the route. ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ ما احنا لسه حالينا دلوقتي by mistake يا شباب. علي drinks a lot of coffee. علي بيشرب يا مستر قهوه كتير. he is كذا to it. يبقى ده معناه ان هو ايه؟ ده مش ده بيحطمها بروكن بيكسرها، هي بيكرهها. ايه ده بيشرب كتير يبقى بيكرهها ازاي؟ addicted to يا مستر مدمن على الصراحه خلي بالك من دي في الامتحان. مدمن على تيجي معايا شبه حرف الجر تو، الراجل كاتبها الصراحه اهو، بس يا مستر ممكن يجي بعدها اسم او ممكن يجي بعدها فعل في الاي ان جي، خلي بالك منها. يبقى addicted to smoking، addicted to مثلا cigarettes سجائر يعني، يبقى يجي بعدها اسم او فعل في الاي ان جي. 7 in your opinion which is the most important in modern life؟ في رأيك ايه اكتر حاجة مهمة في الحياة الحديثة؟ invention اختراع تمشي. invitation والراجل هيشتغلك في الامتحان معناها دعوة، لازم يكتب لك الاتنين دول جنب بعض كده، invention و invitation. دي تكون عارف ان هي اختراع، اما التانية يا مستر معناها دعوة. speed غلط، shopping غلط. I am to fish when I eat it makes me ill. انا يا مستر ايه على السمك، لما انا باكل السمك انا بيخليني تعبان جدا. يبقى انا ايه مشهور. broken allergic دي كلمه مهمه جدا يا شباب هتاخدوها في اولى ثانوي ان شاء الله لو المنهج ما اتغيرش يعني. allergic يا مستر معناها حساس، وبيجي برضو تو، ما تقولش يا مستر addicted بتيجي تو، ماشي ما في كتير جدا بياخد تو بس المعنى مش هيظبط. ما ينفعش اقول انا مدمن على السمك لما انا باكله بحس ان انا تعبان. ايه الهبل ده؟ هي دي بتاخد تو ايوه ودي بتاخد تو ايوه، بس المعنى بقى يبقى allergic حساس من اكل حاجه معينه. I think it's a كذا to travel in time it can't happen. لا انا اعتقد ان السفر عبر الزمن ده يا مستر impossible مستحيل. انت ممكن تسافر عبر يعني ممكن تسافر مثلا للفضاء زي المثال بتاع رقم 10 we can only travel through space. ممكن الصراحه نسافر عبر الفضاء not time مش الزمن. خلاص يبقى دي سبيس اجابه صح. طيب نيجي دلوقتي يا ابطال نخش على التقييم الاسبوعي. وقبل ما نحل التقييم الاسبوعي سعادتك في ناس كتير كلمتنا عن موضوع المذكره بتاعت الترم الثاني. يا مستر عايزين مذكره فيها كل حاجه اللي انت بتشرح منها يا مستر على اليوتيوب، هسيبها لك دلوقتي اعلان عنها خاصه بطلاب ثانيه اعدادي، وطبعا الاعلان ده بتاع ثالثه اعدادي بس انت ليك مذكره كثانيه اعدادي زيها بالظبط بس المنهج بتاعك. خلاص سعادتك عايز المذكره كلم رقم الواتس هقول لك ازاي تاخدها مهما كنت في اي محافظه في مصر، ولو المذكره مع سعادتك اضمن الامتحان بنسبه 100%. تمام. طلابنا في كل مكان من اسكندريه الجميله لاسوان الحبيبه، اخباركم يا رب تكونوا بخير وحشين جدا جدا. سريعا كده هنتكلم عن المذكره بتاعت الترم الثاني لان في ناس كتير جدا كلمتنا عنها يا مستر احنا محتاجين مذكره زي بتاعت الترم الاول عملت معانا الصح. فدلوقتي ان شاء الله هوري لك بقى المذكره بتاعت الترم الثاني. وعلى فكره المذكره دي يا شباب لثالثه اعدادي وبرده لثانيه اعدادي، في مذكره خاصه بطلاب ثانيه اعدادي. نفس الكلام اللي احنا هنقوله النهارده مع مذكره ثالثه اعدادي هي بالظبط لو انت ثانيه اعدادي بتتفرج عليها دلوقتي. خلاص طيب ايه يا مستر المحتوى بتاع المذكره؟ بص معايا. اول حاجه يا ابطال مشروح الكلمات المهمه بتاعت اي درس، مشروح بالصور زي ما انت شايف كده. وعلى فكره مش بالصور بس، لا في كلمات ثانيه بقى، الكلمات اللي هي الاضافيه وكل حاجه على فكره، المضادات بقى والمرادفات وكل حاجه. خلاص بعد ساعتك ما تخلص الدرس في امتحان على الدرس ده، يعني مثلا الدرس الاول والثاني عليه امتحان. وخلي بال ساعتك الامتحانات دي اللي هي على الدرس دي من امتحانات قبل كده، من محافظات قبل كده وجديده، خلي بالك 2024 وفي 23 وعلى فكره من لونج مان كمان. ولونج مان ده يا شباب في الامتحان بتيجي بنسبه كبيره جدا. يبقى دلوقتي ساعتك الدرس اللي هتخلصه هتلاقي عليه امتحان من محافظات السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها ومن لونج مان ومن كتاب المدرسه. والكلام ده يا ابطال ينطبق على اي درس في الترم الثاني. وعلى فكره مش كلمات بس، لا
بالنسبه للجرامر برضو مشروح بطريقه جامده جدا، وعلى فكره عليه امتحانات برضو من السنه اللي فاتت واللي قبلها ومن لون جمان ومن كتاب المدرسه كل حاجه، ومحادثات واملاء فراغات وقطع فهم وكل حاجه جديده 2025. بعد كده خلصت الدرس الاول والثاني مثلا والثالث والرابع والخامس والسادس، سعادتك بتخش بقى على امتحان شامل على الوحده كلها. وخلي بالك الامتحان الشامل ده بيكون امتحان بالمواصفات الجديده، يعني لو سعادتك في ثالثه اعدادي كده عارف ان سؤال القطع ده اتغير. بعد كده سعادتك بتخلص كل حاجه خلاص في المذكره، بتفضل عندك حاجه واحده بس، هو موضوع الباراجراف اللي هو عليه 7 درجات في الامتحان. من عندي انا ببعت لك مع المذكره دي حاجه خاصه بموضوع الباراجراف، سعادتك بتاخد المذكره دي لما بتاخدها فيها كل الكلام اللي احنا قلناه ده، بلس كمان انا ببعت لك من عندي مذكره الباراجراف بقى، المذكره بتاعت الباراجرافات فيها بنسبه 100% خلاص ومترجمه باللغه العربيه كمان. وسعادتك اهم حاجه قبل ما تاخد المذكره اتاكد ان هي 2025 او ريح دماغك وخد سكرين شوت دلوقتي زي ما عملنا في الترم الاول، خد سكرين شوت للمذكره دي دلوقتي، ولما تكلمهم على الواتس قول لهم انا عايز المذكره دي خلاص، سواء ثالثه اعدادي او ثانيه اعدادي. بس كده يا شباب، لو محتاج المذكره كلم رقم الواتس هقول لك ازاي تاخدها مهما كنت في اي محافظه في مصر. دلوقتي ساعتك اسيبك مع الحلقه اللي انت كنت بتتفرج عليها، وانا اسف لو انا قطعتك، اتفضل. نيجي دلوقتي يا شباب على التقييم الاسبوعي، وساعتك عرفت ازاي تاخد مذكره المنهج. لو ساعتك محتاجها مهما كنت في اي محافظه في مصر كلم رقم الواتس هقول لك ازاي تاخدها. طيب نيجي دلوقتي يا مستر على التقييم الاسبوعي. الراجل هنا بيقول لي باسم is talking with كاظم about Facebook. باسم وكاظم بيتكلموا هما الاثنين عن الفيسبوك. فباسم بيقول I always see you online on Facebook. انا على طول بشوفك فاتح كده اونلاين على الفيسبوك. بص يا مستر المحادثه دي يعني صغيره يا شباب، ميني دايالوج، يعني صغيره ما فيهاش، مش دايالوج كبير، مش محادثه كبيره، كاتب لك اجابتين اتنين انت تحلهم، اي حاجه مقبوله ما تقلقش. فانا بيقول لي انا بشوفك دايما فاتح الفيسبوك. ماشي يا مستر، ايوه فعلا انا بفتح الفيسبوك. ممكن اقول له مثلا اي حاجه، ممكن اقول له you are right فعلا الصراحه. ممكن تكمل I am always، خلي بالكوا شباب ظروف التكرار تيجي بعد verb to be. I am always online وتكتب on Facebook مثلا، يعني اي حاجه يا شباب، لان انا بقول له ايوه ايوه يا سيدي، مش انت بتقول لي ان انا دايما فاتح فيسبوك على طول؟ you are right عندك حق، انا دايما فاتح فيسبوك. بعد كده قال له واي، ليه يا سيدي ليه دايما بتبقى اونلاين؟ اكتب اي حاجه، ممكن اكتب مثلا because I like، ممكن اكتب مثلا يا شباب chatting with my friends، لان انا بحب I like chatting with my friends، بحب المحادثه مع صحابي. اي حاجه براحتك مفيش مشكله. طيب بعد كده السؤال ده يا شباب محتاج الراجل مننا ان احنا نقرا وبعدين نرد رد او ننصح نصيحه مثلا. هو انا بقول لك ريد الاونلاين مسج دي، الرساله دي، وبعدين اكتب ريبلاي، رد على الكلام اللي انت شايفه ده. وممكن تدي نصيحتك برضو في نفس الوقت. طب الكلام بيقول لي ايه؟ بيقول لي my parents say that I spend too much time online. والدي ووالدتي بيقولوا لي انت بتقضي وقت كبير جدا اونلاين. But playing video games is my hobby and I am very good at them. بس انا مستر الصراحه بحب العاب الفيديو وانا كويس جدا فيها. I love playing games with my friends but my parents say they will take my computer away if I don't stop playing on it so much. What should I do? طيب هو هنا بقول لك ان انا الصراحه والدي ووالدتي بيساعد، يعني هما بينصحوني ان انا اذاكر وكده وابعد عن اللعب والكلام ده. فهنا بيقول لي وات شود اي دو، انا هعمل ايه دلوقتي؟ انت مطلوب منك تكتب نصيحه. بص بقى يا مستر في كتير الصراحه، ممكن اكتب مثلا you should، اديله نصيحه عاديه لان انت مش واصي عليه، ما تقولش must. you should obey your parents and you shouldn't waste your time playing games. بس يعني براحتك انت عايزه بقى. يبقى you should obey your parents، لازم تطيع والديك. and you shouldn't waste your time playing games، وما تضيعش وقتك انك بتلعب العاب. ممكن تكتب الاجابه دي مفيش مشكله، اي حاجه مقبوله يا شباب. بعد كده النموذج الثاني بيقول لي what types of technology do you use every day. دي منتشره كتير يا شباب، منتشره كتير جدا جدا معانا في اليونت دي، او السؤال ده منتشر كتير جدا. ايه نوع التكنولوجيا اللي انت بتستخدمها كل يوم؟ طبعا لو نزلت تحت مش هتلاقي اي حاجه، لا هو كاتب لي تو واتش فيديو جيمز او فيديوز بس اند بلاي جيمز. يبقى دي يا مستر ممكن يكون مثلا موبايل، تابلت، ايباد، اي حاجه ينفع تشاهد عليها فيديوهات وتلعب العاب عادي، اي حاجه. طب ممكن اكتب هنا مثلا I use وخليك نفس الزمن. I use مثلا my computer and my phone مثلا يعني.
سأله سؤال قال له I use them to watch video games. يبقى أنا مستر ممكن أقول له في رقم 2 هو أنت بتستخدمهم ليه؟ لأن كلمة to يا شباب معناها لكي، اللي هي مستر بتساوي أحيانا كلمة اسمها because. فأنا أسأل بواي. Why do you use them؟ ليه بتستخدمهم؟ اللي هو يعني الكمبيوتر والفون. قال لي لكي أشاهد الفيديوهات وألعب ألعاب. حلو قوي. طيب بعد كده نقرأ الموضوع ده وندي نصيحة. بيقول I am one of many people who spend hours playing video games. برضه دي مشكلة. Or watching TV and I don't spend enough time for outside doing exercise. نفس الحوار على فكرة اللي احنا قلناه فوق. ممكن يا مستر على فكرة أقول نفس الحوار you shouldn't waste your time playing video games. السؤال ده شبه اللي بتاع المواقف بتاع تالتة اعدادي زمان. لو انتوا طبعا مش فاكرين، انتوا في تانية اعدادي كنا بنشرح الكلام ده يا شباب لطلابنا في تالتة اعدادي، المواقف والكلام ده شبه ده بالظبط تقريبا يعني. خلاص يبقى انا قلت له دلوقتي اللي انت ما تضيعش وقتك انك في اللعب العاب الفيديو. ممكن اضيف كمان اور واتشنج تي في، مفيش مشكله. وبعدين ممكن اقول له you should go outside، انك تطلع بره البيت يعني، and do exercise. بس اقول له سعادتك ان انت كده ما ينفعش، لازم تطلع بره البيت وتدي وتعمل اكسرسايز وفي نفس الوقت ما تضيعش وقتك. انت بتدي معلومه وخلاص او بتدي نصيحه وخلاص، لان ده يا شباب عايز الراجل بس يعرفك ازاي ممكن تدي نصيحه لحد، ازاي ممكن تستخدم الكلمات اللي عندك انك تدي نصائح لحد. خلاص. ويا سلام بقى لو انت حافظ الكلمات كلها، ممكن تقول له كمان ان انت العاب الفيديو دي هتسبب لك حاجات كتير زي مثلا الاي بروبلمز، مشاكل العين، والهيرنج بروبلمز على فكره مشاكل السمع. نيجي دلوقتي يا شباب على النموذج الثالث. السؤال الاول بيقول لي which is the most important piece of technology for you. نفس الحوار على فكره. I think انا اعتقد الكمبيوتر مثلا يعني I think the computer، اعتقد الكمبيوتر. مفيش مشكله. الكمبيوتر شباب من التكنولوجيا ومن الاختراعات، وبتحط لها ازاي على فكره. Do you have any problems when you use technology؟ هل انت بيكون عندك مشكله وانت بتستخدم التكنولوجيا؟ sure. ممكن تكتب yes I have او sure، مفيش مشكله. وممكن تضيف حاجه، ايه الشيء اللي هو بيأذيك في الموضوع. من ضمن المشاكل يا شباب موضوع السمع والبصر. عادي ممكن تكتب مثلا I have eye problems، عندي مشاكل في العين. عادي مفيش مشكله. ممكن نضيفها كمان عندي مشاكل في السمع او في البصر، مفيش مشكله. طيب بعد كده نقرا يا مستر الرساله دي وبعدين ندي نصيحه. listening to loud music or films through headphones. My parents tell me I have a problem with technology and it will affect my hearing. السماع يا مستر للموسيقى العاليه والافلام اللي صوتها عالي من خلال سماعات الراس. والدي يا مستر قالوا لي انت عندك مشكله مع التكنولوجيا وده هيأثر my hearing يعني السمع بتاعي. فممكن يا شباب ندي للواد ده نصيحه، نقول له مثلا you shouldn't، لا يجب عليك. ممكن مثلا listen to loud music or films. لا انت لا يجب ان انت تستمع الى الموسيقى العاليه ولا الافلام العاليه through headphones. تمام. ممكن اقول له مثلا حاجه شديده التحذير عشان ساعات يسمع الكلام. it will damage your hearing. وده يعني هيسبب لك اذى كبير في السمع، هيدمر حاسه السمع عندك. فممكن اكتبها عشان الواد ده يعني يسمع الكلام. يبقى it will damage your hearing، ده هيبوظ لك حاسه السمع عندك ويعني السمع هيتاثر عندك. بس يا شباب ده الموضوع كله. بس كده يا شباب، اشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه على خير. كان معاكم مستر محمود عبد العزيز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.